السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد السلف، وبعلمكم منه نهاية القصة إن شاء الله. يقول بداية حياتي كانت سكر ونكر، تعاطى مسكرات واكل الربا وهاوش الناس، وما في معصية تطري على بالكم إلا أسويها، لدرجة أن الناس صارت تحاشاني. أكثر ما بيقول أما الخمر هذا والسكار هذا يوميا، كل يوم يقول ألط اللي قدامي ألفه، حمر خضر أي شيء أبلع. يقول يوم زاد بي العمر شوي، يقول اشتقت أتزوج، أشوف الناس معاها أطفال واشتقت يكون لي طفل. يقول والله يسر لي أموري وتزوجت وزانت أموري وباقي على فسادي. يقول الله ييسر الأمور ويرزق لي مولود بنت، تجينها كبنية وش حلاوة. يقول سميتها فاطمة. يقولوا فاطمة أكلت قلبي، فاطمة صارت كل حياتي فاطمة. يقول تعلقت بها تعلق. يقول سبحان الله، كل ما كبرت فاطمة شوي أنا أتقرب الرب شوي، أبدأ أخفف من اللي أبلعه وأكف شري. لدرجة إن مرة أقل من سنتين عمرها، يقول أشرب بالكاس وهي توخر عن فمي، كأن الله سبحانه وتعالى مرسلها لي عشان تهديني. يقولوا هذا أنا وهذا أنا. يقول يوم صار عمر فاطمة 3 سنوات وأنا قريب الرب ماني مثل أول. تعرفون عادة الطفل عمر 3 سنوات، الله يخلي لنا ويخلي لكم، جاك للقلب مشيته وضحكته سوالفه وعرفها لك. يقول في قمة محبتي لها وخلاص ما عاد بقى شيء، وارجع الرب واترك كل فسادي. هالعمر في قمة الانسجام والمحبة والتعلق، الله أخذ وداعته وماتت فاطمة. سكنت لموتك ضجة الأصوات، أن دخلت لعالم الأموات، الموت حق والحق. يقول ما كان عندي الصبر اللي عند المؤمنين، ولا كان عندي ذاك الإيمان، ورجعت حياتي أسوأ من أول، ودخل علي الشيطان وخلاني أفقد الأمل كل شيء. يقول رجعت أزود من أول. دائما نسمع الأئمة بالقنوت يقولون اللهم آتنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الدنيا كلها مصائب، لكن من اللي يتحمل؟ يقول بعد كم يوم، يقول قلت اليوم لا أسكرن سكرة لا راحت ولا جت. يقول أبى أسكر سكرة أول ليل وأنا أبدأ أسكر واشرب 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 حتى فقدت وعي، واشرب. يقول ما دريت تجيني ذيك الرؤيا أني بيوم القيامة والشمس أظلمت والبحار صارت نيران إذا البحار سجرت، كأن الناس مجتمعين أفواج أفواج، ونسمع منادي ينادي فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار. ونشوف فلان اللي دعي، يقول وجهه صار أسود من الخوف. يقولوا شوي وينادون باسمي يا فلان، يقول ويختفون الناس من حولي، وابقى الحالي بأرض المحشر ولا في أحد حولي. فجأة إلا أشوف ثعبان كبير، يقول جاء يمي وفاتح فمه الثعبان هذا. يقول وأركض أهرب منه، أركض ما أدري وين أروح. يقول وأنا أركض لقيت شايب ضعيف، قلت تكفى ساعدني. قال أنا ضعيف ما أقدر أساعدك، لكن قال لي روح من الجهة هذه. يقول وانطلق الجهة هذه إلا في نار بوجهي والثعبان وراي. يقول أتقدم أدخل النار ولا الثعبان، ما أدري شو أسوي. رجعت نفس الشايب قلت تكفى ساعدني أنقذني. يقول بكى الرأفة الحالي، قال والله ما أقدر، ولكن روح لذاك الجبل يمكن تلقى اللي يساعدك. يوم قربت للجبل، يقول له في أطفال صغار يصرخون يقولون يا فاطمة يا فاطمة أنقذي أباك. يقول فعرفت إنها ابنتي فاطمة. يقول ففرحت أن ماتت لي ابنة وهي صغيرة. أخذت فاطمة بيد اليمنى ودفعت الثعبان بيدها اليسرى. يقول فأجلستني جلست بحضني كما كانت تجلس في الدنيا، فقالت يا أبتي
ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلت لها يا بنتي وش الثعبان هذا؟ قالت يا أبوي هذا عملك السيء، ما تعرف أن الأعمال تجي مجسمة يوم القيامة، أنت كبرت. جايب الضعيف اللي شفته هذا عملك الصالح، ضعفته حتى ما قدر يسوي لك شيء، ولولاك ما أنجبتني ومت ما كان في شيء ينفعك. يقول أنت الحلم، يقول قمت من نومي مفزوع بعد ما انتهت الرؤيا، وكنت أقول قد آن يا رب، قد آن يا رب. قمت مفزوع، قمت وتسلت وتروشت ورحت المسجد أصلي الفجر، ومن هنا بدأت توبتي. سبحان الله، دخلت المسجد أصلي وإذا بالإمام يقرأ نفس الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تدرون منه هالإمام؟ هذا الإمام مالك بن دينار الذي عرف عنه بعد توبته أنه يقوم طول الليل ويتضرع يقول يا رب إنك تعرف أهل الجنة منهم وأهل النار منهم، فمن أي الفريقين أنا؟ جاءك رسالة لكل من فقد ابنه وحبيبه: اصبر واحتسب. الحزن لابد منه، الرسول صلى الله عليه وسلم حزن يوم ماتوا أبنائه، ولكن لا تضرب. الحديث ما معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض ابن العبد يقول للملائكة: أقبضتم ابن عبدي؟ فيقول نعم يا رب. فيقول: ماذا فعل عبد؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. شرط يكون الابن. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي رواه البخاري الصحيح يقول: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي كل من تصافيت أنت وياه، الأخ والأب والأم والصديق والحبيب، كل من تصافيت أنت وياه. آخر رسالة لكل من أذنب وعنده ذنوب وعنده مشاكل وعنده أنا أولكم، ما في إنسان يخلو، لكن يبقى عندنا أمل بالله سبحانه وتعالى إن الله يشملنا برحمته. فكر أنا وفلان أو اللي ينصحك أو كذا أنه أفضل منك، ما في أحد أفضل من أحد، كلنا عيال 9 وكلنا تحت رحمة رب العالمين، لكن نذكر بعضنا وذكر فإن